عمرك حسيت انك مش فاهم اي حاجة وانك متأخر عن الكل؟ انا كنت كده بالظبط لحد ما عرفت السر اللي غير حياتي. اسمع قصتي من الاول وانت هتعرف. كنت كل ما اقعد في وسط ناس متعلمة او ناجحة احس اني اقل منهم، مش عشان غبي، لا، بس عشان محدش علمني ازاي اتعلم. وفي يوم شفت بودكاست كان فيه راجل كبير في السن بيقول: لو محدش علمك علم نفسك. الجملة دي دخلت قلبي زي طلقة، وقلت لنفسي هبدأ من الصفر وهعلم نفسي حتى لو بجوجل ويوتيوب. ومن ساعتها بقيت بصحى كل يوم أقرأ 10 دقايق، أتفرج على فيديوهات تعليمية، أسجل معلومات وأجرب بإيدي. مشيت خطوة خطوة، وبعد 6 شهور بقيت أعرف أكتر من ناس معاهم شهادات. السر الرابع للنجاح: اتعلم لوحدك حتى لو مفيش حد بيساعدك. العالم دلوقتي فيه مصادر أكتر من أي وقت، بس الفرق الوحيد هو النية والإصرار. صلوا على النبي يا شباب، وشجعنا باشتراكك في القناة علشان نكمل الرحلة دي سوا. الخطوة الجاية هتخليك تبص لحياتك بنظرة مختلفة تماما. سؤال ليك: ايه اكتر حاجة علمتها لنفسك من غير ما حد يساعدك؟ اكتب لي في الكومنت، عايزين نعرف خبرات بعض.